صلاح حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وذاكر غيرك. اتفرج معايا على الفيديو ده. بص لكريستيانو وبص لفالفيردي. بص لكريستيانو رونالدو، كان زمان كان هو نجم ريال مدريد، لكن 2026 و2025 وقبل كده ريال مدريد عاد عنده نجوم مدبلجه في جميع المراكز، كل واحد عامل فيها النجم وكل واحد عايز يبقى احسن لاعب في العالم. لا يا جماعه، ريال مدريد سيء ولازم الاداره تتدخل. ريال مدريد سيء. لا بص بقى الكارثه، ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده بعد التحكيم؟ ايه ده؟ هو انت عشان وحش تعلق شماعتك على الحكم؟ ما هو يعني ما انت ياما اتحسب لك كور وياما اتطرد لعيبه وياما عندك وياما زمان بنشوف بيطرد باللاعب والاثنين والريال بيكسب. لا بتعلق ايه ده؟ اردا جولر ايه اللي بيعمله ده وايه اللي احنا شايفينه ده؟ لا ريال مدريد لازم يعود ويعود، ولازم الريال لازم نجوم تمشي. لازم نجوم من النجوم دي بتاعت ريال مدريد دي، لعيبه الريال دي لازم نجم او اتنين يمشي من الريال، ولازم الريال يكون فيها نجم واحد بس. انت ايه رايك يا صديقي؟ قول لي في التعليقات ايه رايك على اللي انت بتشوفه. هل ريال مدريد يمتلك نجوم من فضه ولا كان زمان يمتلك نجوم من ذهب؟ اهم حاجه لو وصلت معايا لنهايه الفيديو تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر غيرك وتدعمني باشتراك وتشير الفيديو، واللي رايك في التعليقات.